السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بيكم معايا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ لومي لومة. وحشتوني جدا جدا جدا. يلا بينا النهاردة هنحضر بقى مع بعض الفطار. بقالي كتير ما حضرتش معاكم فطار من أول يوم رمضان بقى لما كان عندنا العزومة، فاكرين؟ النهاردة قلت بقى ايه يا بت تشمللي وخشي المطبخ بقى، كفاية كسل. وبعدين بقى مش كفايه كسل ان انا ما كنتش بفطرهم اليومين اللي عدوا، لا طبعا كنت بفطرهم وكل حاجه، بس على فكره احنا قعدنا يومين ناكل في بواقي العزومه بتاعت اول يوم عشان ابقى صريحه. ورابع يوم سافرنا القاهرة، لا كان عندنا شوية حاجات كده متعطلة وسافرنا القاهرة. والنهاردة بقى قلت يلا بسم الله ادخل مطبخي اعمل لهم شوية اكل كده ايه افرحهم بيها. زي ما انتوا شايفين كده انا كان عندي نص كيلو فراخ بانيه، رحت مقطعاهم بالطول، شبه البطاطس ولكن يعني الحتة على 2 بالطول، فاهمين؟ وبشرت بصلاية كده زي ما انتوا شايفين وعصرتها كويس جدا جدا. و هسيب التفل بتاعها على جنب، مش هرميه طبعا، حرام نرمي حاجه، احنا متفقين الحاجه غاليه وحرام نرمي حاجه. خلاص كده هاخد بقى الميه بتاعت البصل دي وهبتدي املحها، احط عليها ملح، احط عليها فلفل اسود ونقطه خل وبهارات فراخ، وهقلبها كويس جدا جدا جدا، تتبيله على السريع كده يعني، فاهمين؟ هحط بقى الفراخ بتاعتي في التتبيله الحلوه دي وهقلبها كويس قوي وهسيبها في التتبيله دي. بس قبل ما هسيبها في التتبيله الاول، اول حاجه هحط عليها بيضتين، البيض الاحمر بتاعنا العادي ده هجيبه، حطيت بيضتين عليها وهقلبهم بقى كويس كده مع بعض وهسيبها على جنب. خلاص، تاخد بقى التتبيله كده مع نفسها كده قعدت ساعه عبال ما جهزت حاجات تانية، وبعدين هرجع لها تاني بقى عشان نشوف هنسويها فين وازاي. هنا بقى على البوتاجاز هبتدي احط شويه من الزيت مع شويه من السمنه، وهنزل بكفتة الفراخ. فاكرين كفتة الفراخ اللي كنا عاملينها مع بعض اول يوم رمضان؟ انا ما عملتهاش كلها لان هي كانت الكمية بتاعتها كتيرة، فبصراحة شلت الباقي في الفريزر. الباقي ده انا طلعته بقى النهاردة علشان اعمل منه الفطار بتاعي، ولكن هعمله بطريقة مختلفة. المرة اللي فاتت انا شويتها، النهاردة بقى كفتة الفراخ بتاعتي هعملها بالصلصة، هتبقى طعمها تحفة وهيتاكل معاها رز بالشعرية، وتبقى وجبة حلوة كده بجد، بيبقى طعمها تحفة. هديها تشويحة مع فصين حبهان وورقتين لورا، وهديها بقى صدمة كده على النار الأول تاخد لون حلو، وبعدين نكمل باقي الكمية. بصوا اللون اهو، لما تحمر ويبقى شكلها عامل كده كده هي اتغلفت كويس جدا، وتأكدي ان هي لا يمكن هتبوش منك في الصلصة ولا هتفك حتى. هطلع الكمية كلها من الطاسة وهبتدي انزل بالكمية التانية واعمل فيها نفس اللي عملته في الكمية الاولانية. حطي لايك للفيديو يا قمر وقوليلي كل سنة وانتي طيبة يا لومي. هطلع الكمية احطها على الكمية الاولانية في نفس ذات الحلة وفي نفس ذات الطاسة دي، هنزل بالتفل بتاع البصل، فاكرينه اللي احنا عصرناه من شوية وسبناه على جنب وقلنا حرام الحاجة غالية مش هنرميها. هحط بقى البصل في الطاسة وهديله تشويحة ياخد من البهاريز بتاعت الكفتة، وبعدين هنزل بفص توم كبير او فصين توم صغيرين على حسب يعني، هفرمهم. واول ما اشم ريحة التوم على طول هعمل ايه يا امارات؟ ها يلا واحدة ترفع صباعها وتقول، هنزل بمعلقتين صلصة كبار واقلب تقلبتين. دي صلصة جاهزة تمام. هقلب بقى، هشوح الصلصة بتاعتي شوية كده وبعدين امزجها بالبصل وبالثوم وتمام. هنزل بقى بكوبايتين مية سخنة من الكتل، من الكتل، واخدين بالكم؟ مية ملهلبة. هقلب بقى كويس وهبتدي ابهر الصلصه، بس احط معلقه كبيره من الصويا صوص عشان تديها قوام كده ولون. هحط ملح، هحط فلفل اسود، مش هزود بهارات لاني اصلا الكفته لو تفتكروا احنا كنا متبلينها كويس قوي، فاحنا مش محتاجين بهارات كتير خلاص، هي هتنزل طعم البهارات اللي فيها كلها في الصلصه دي. هجيب بقى الحلة دي على النار وبعدين احط الصلصة بتاعتي، وبعدين ابتدي انزل البواقي بتاعت الصلصة من الطاسة على الكفتة، وكمان ازود بقى شوية مية لغاية ما المية تظهر كده قدامي، واسيبها بقى تستوي كويس في الصلصة دي. اغطي الحلة واسيبها على النار بقى على نار هادية تستوي براحتها، ما بتاخدش على فكرة ربع ساعة اصلا. نيجي بقى للفراخ اللي احنا تبلناها من شوية، وده بقسماط
بقسماط مبهر. يعني ايه بقسماط مبهر؟ يعني انا عندي اللي هو البقسماط الناعم ده، بحط عليه ملح وفلفل اسود، بهارات 7 بهارات، بصوا، توم باودر، بصل باودر، حطي بقى بهاراتك الحلوه كلها، بهريه. خلاص. هبتدي اغلف قطع الفراخ البانيه زي ما انتوا شايفين كده كلها كويس قوي، وبنفض بقى، بنزل الزيادات بتاعه البقسماط من على الفراخ. خلاص. هخلص الكميه كلها بالشكل ده، وانا دلوقتي زي ما انتوا شايفين برص الفراخ فين؟ في الصاجه بتاعه الاير فراير اللي العيال جابوها لي في عيد الام، فرحانه بيها فرحه المجنون. بصوا، اي حاجه بعملها وارش عليها زيت وادخلها في الاير فراير، صحيه وجميله وما بتاخدش اي وقت. طبعا انتوا عارفين ان الفراخ البانيه بتاخد زيت كتير، بتتقلى في زيت غزير. لا، بصوا بقى الطريقه دي، هوريكم شكلها دلوقتي وهي طالعه من الاير فراير. الاير فراير دي بجد طلعت حاجه كده خيال بجد. عملوا فيا معروف كبير ان هم جابوها لي، حق الله يعني. بس على فكره انا هفتن عليهم، هم ما جابوهاش من نفسهم، يعني انا اللي طلبتها، عشان بس نبقى واضحين مع بعض. عايزه ايه يا ماما في عيد الام؟ قلت لهم عايزه اير فراير، بس عايزه الحجم العائلي عشان احنا اسره كبيره مع بعضينا. ما شاء الله. يعني لقيت اللي هي الدرج دي مش هتنفعني بصراحه، فلقيت دي عمليه اكتر. يعني هبقى اعمل لكم ريفيو عنها. بصوا بقى الفراخ طالعه قمر ازاي، بالظبط 20 دقيقه. دلوقتي دي اخدت 10 دقايق على الوش ده. الوش التاني اقلبها وارش رشتين زيت كده زي ما انتوا شايفين، وادخلها تاني 10 دقايق كمان، وهوريها لكم طالعه فل الفل. هبتدي بقى هنا اجهز العصاج علشان احشي شويه سمبوسه، عشان برضو ايه، يبقى انا ام كده شطوره، الامومه بقى، واخدين بالكم؟ قلت بقى ايه، اروق عليهم بشويه سمبوسه كمان، ايه، عشان يقولوا ماما شاطره. هجهز العصاج. نزلت باللحمه على السمنه ومعلقه الزيت، اديتها صدمه، غيرت لونها. بدات بعد كده انزل بكميه البصل اللي انتوا شايفينها دي. العصاج ليه كذا طريقه، اعمليه بالطريقه اللي تريحك. انا يعني كل مره بنوع في طريقه العصاج بصراحه يعني. حطيت البصل، وهبتدي اشوح البصل مع اللحمه، واسيب اللحمه تنزل ميه والبصل ينزل ميه ويشربوهم الاتنين مع بعض تاني. وبعدين ابتدي احط لها بقى البهارات. هنا هحط فلفل اسود، هحط ملح طبعا. هنا زودت الملح شويه، زودت الفلفل الاسود شويه، شويه بابريكا، 7 بهارات، توم باودر، بصل باودر، وشويه قرفه. تمام، قرفه باودر. هقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه واشوحها كويس قوي. كانت بجد ريحتها حلوه قوي. هنزل بكوبايه من الميه السخنه برضو من الكتل، واسيب اللحمه تستوي. لازم الخطوه دي يا جماعه عشان تضمني ان اللحمه بتاعتك استوت كويس قوي. طيب، هنا بقى اللحمه تمام، شربت الميه بتاعتها كلها واخدت تشويحه محترمه. هنا شكل الفراخ بعد ما طلعتها من الاير فراير، شايفين؟ ولا قليه ولا زيت كتير. هنخس يعني هنخس. نحط بقى الصاجه دي في الحوض وننضف مكانها بتاع الرخامه، وهبتدي احشي شويه سمبوسه. حطي لايك يا قمر للفيديو عشان اتشجع واجيلك كل يوم اعمل الفطار معاكي. طبعا كلنا ستات امارات وشطورات وبنعرف نحشي السمبوسه. انا مش جايه اعلمكم يعني ايه تحشوا السمبوسه، يعني ايه اجي اعلمكم تحشوا السمبوسه. يعني كلكم بتعرفوا تحشوها، ما انا عارفه. يمكن انتوا اشطر مني كمان، يمكن انا بطيئه شويه في حشوها. لولاش بس الفيديو في المونتاج بسرعه، ها، انا بطيئه جدا. طيب، هنا بقى الكام واحده اللي انا عملتهم في الاول نسيت احط لهم جبنه، فالباقي بقى جبت الجبنه اهو جنبي، وهبتدي احط جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا مع العصاج. وهحط الطبق بقى على جنب، لان على فكره انا هسويها برضو في الاير فراير، تخيلوا. وهوريكم بقى شكلها طالع قمر ازاي. هنا بقى هبتدي احط الجبنه لباقي السمبوسه والفها بقى كويس. يعني انا عملت طبق كده على قد الفطار بس. لكن بقى بعد الفطار قعدت بقى مع نفسي، كملت باقي اللفه كلها بقى. كان اللفه هي نص كيلو، كملتها كلها وشلتها في الفريزر، عشان بعد كده لما اعوز ما اقعدش احشي بقى واضيع وقت، تبقى جاهزه عندي في الفريزر. انا السنه دي في التفريزات فاشله 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 بجد. ما لحقتش اعمل التفريزات بتاعت كل سنه، لاني بجد كنت تعبانه وكنت بسافر، وكان عندي تصوير المسلسل، وكان عندي حاجات كتير جدا بعملها.
فبجد رمضان ده يعني ما خدش حقه معايا في التفريزات بجد يعني. فزي ما انتوا شايفين كده العصاج اتعمل الكيلو ده عملته، وقلت بقى احشي منه والباقي احطه في علبة في الفريزر. وكل ما اجي بقى اطلع لحمة من الفريزر عشان اعمل عصاج هعمل كمية برضو، والباقي هشيله. دي الصاجة التانية بتاعت الاير فراير، هرص فيها السمبوسة وادخلها من غير زيت بقى، لاني اصلا العجينة دي اصلا فيها زيت. بس طبعا زيت عن زيت يفرق، الزيت اللي بيتقلى فيه غير الزيت اللي فيها كده، ده يا دوب بس دهانات ما بين الورقة والتانية عشان ايه ما تلزقش. هنا بقى عملت الست الشملولة وحطيت الحلتين دول في نفس واحد كده على البوتاجاز. دي هعمل الشوربة اللي بالكريمة والجزر فاكرينها، والحلة التانية هعمل رز بالشعرية. ليه بقى قلت يلا الاتنين في وقت واحد وفي نفس واحد، هوب اشتغلي في نفس واحد؟ لاني كنا دلوقتي الساعة 6:15 وانا لسه ما جهزتش الغدا، فقلت بقى بدل ما العيال ياكلوني، يلا يا بت ايه، العين جنب العين واشتغلي على الاتنين. ايه ده انا بقول شعر ولا ايه؟ العين جنب العين واشتغلي على الاتنين، يا سيدي يا لومي. طيب ادي اللبن، حمرت 4 معالق دقيق كبار، وحطيت عليهم حوالي 1.25 كيلو من الحليب، وهبتدي اقلب كويس قوي قوي قوي. وقد كمية الحليب هحط مية، قد كمية الحليب هحط مية. يعني حطيتي 4 كوبايات حليب هتحطي 4 كوبايات مية، او 4 كوبايات شوربة لو عندك شوربة. ما عندكيش شوربة زي كده النهاردة هتحطي مية، وبعدين هتزودي مكعبين مرق الدجاج يعني يحلوا محل الشوربة هنا. لو ما بتحبيش خلاص مش مشكلة ومش هيفرق كتير، هي اصلا حلوة من غير حاجة. طيب هدوب بقى مرقة الدجاج، وبعدين هبهر الشوربة ملح وفلفل اسود. وهنا الرز بتاعي طبعا مش هقولكوا طريقة الرز، كلنا بنعرف نعمل رز يعني، ولا ايه يا لومي؟ ايه اللي انتي بتعمليه ده؟ تعرفي الستات يعملوا رز ازاي؟ ده انتي ايه النهارده هتروحي ورا الشمس. بعد ما حمرت الشعريه نزلت عليها بالرز واديته تشويحه معاها، وادي الميه السخنه من الكتل، وهبتدي احط شويه الملح على الرز وشويه الملح على الشوربه بالمره بقى، وانا ماسكه علبه الملح كده بالمره، مش كل شويه رايحه جايه انا. وهنا زودت شويه ميه للرز، وههدي عليه بعد ما يغلي النار شمعه، وهغطيه وهسيبه يستوي. تمام كده تمام. نيجي بقى للشوربه. الشوربه لسه ما تحطلهاش فلفل اسود صح ولا انا حطيت؟ لا انا ما حطيتش وانا فاكره كويس جدا ان انا ما حطيتش. اتفضلي حطي الفلفل الاسود. ادي الفلفل الاسود وحطيت الملح. هقلب 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 هقلب، وبعدين هبتدي اجيب الجزر اللي انا فرسته. الحاجه الوحيده اللي انا فرستها السنه دي هو الفلفل، شويه جزر مبشور قد كوبايه كده، وهنزل بيها على الشوربه. تمام. وهسيبها تفك بقى مع نفسها كده، ومن وقت للتاني هقلب بالمعلقه لغايه ما الاقي الجزر بتاعي فك خالص. على فكره مش بياخد سوا، اوعي تغليه قوي عشان ما يتهريش يبقى طعمه مش حلو في الشوربه. خلاص كده في الاخر خالص بقى علبه كريمه لبان يا ست الكل. ضحي بقى، ضحي شويه بقى معلش عشان خاطري. علبه كريمه لباني وانزلي بيها على الشوربه وغلوه واطفي وادعيلي. شفتوا السمبوسه؟ شفتوها؟ قمر. بصوا من غير ولا نقطة زيت في الاير فراير. هنخس يعني هنخس. احلى عيد ام جالي السنة دي وحياة ربنا، عسل. نرجع للشوربة ونقلبها. لقيت الجزر خلاص استوى، هبتدي انزل بالكريمة. ايوه يلا يا لومي خلصي المدفع هيضرب. ادي الفطار بتاعي يا جماعة. لا كنت هرجع في كلامي وبعدين قلت ماشي هرص هنا. ادي الفراخ شايفينها في الطبق اهي، وادي السمبوسه، وادي شوربه الكريمه بالجزر. هغرفها كل واحد طبق كده. بجد كانت النهارده الاكله بتاعتي حلوه قوي، الفطار كان لذيذ، ولادي اكلوا وكانوا مبسوطين الحمد لله. وزاد عندي اكل ان شاء الله، بكره مش هعمل اكل، هياكلوا اكل النهارده غصب عنهم، ومش هعمل معاه حاجه، هو اكل النهارده هياكلوه بكره. ايوه ادي الفراخ اهي، في ايه؟ فراخ بانيه اهي نص كيلو بحاله. وادي الكفته كانت زايده عندي طلعتها عملتها بالطريقه دي، جميل. فضل ونعمه. ورمضان محدش بياكل والله العظيم، في الفطار محد بياكل. يلا يا جماعه نغرف الرز. شايفين بقى الرز بالشعريه ايه؟ طالع يجنن بيزرغط كده في الطبق.
دي كانت الحلقة بتاعتنا النهاردة، أشوفكم بكرة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.